ازيكم حبايبي. تعالوا بس لكم حاجة هنا هتعجبكم جدا. انا عاملة النهاردة صينية السعادة. بصوا بقى شكلها بجد جامد جدا، كلها اكل بيتي ومن ايدي ومن مطبخي. شايفين كل اكلة من الاكلات دي موجودة على قناتي وعلى صفحتي، موجودة بالشرح كامل، تطلع معاكم بكل تكاتها وكل اسرارها. هنا هتشينها فحمة عشان تاخد ريحة الفحم. تمام. ده طرب، بصوا يا جماعة، ده طرب، والسر عندي زي اللي بقى بره بالظبط. شايفين؟ او تبقى اوريكم ايه من جوه شكله عامل ازاي. بصوا، بجد خطير، طري من جوه وجامد جدا جدا. شوف معانا ايه تاني. بصوا بقى، دي كبده الطرب بتاعتنا، دي كفته. دي كفته انا عاملاها على الجريل وتشرب الفحم. وادي الطرب بتاعنا. يعني الصينيه فيها حاجات كتيره، فيها طرب وفيها كفته وفيها سجق، بس عايزه افتحكم واحده كفته. بصوا طريه ازاي من جوه، مش كبسه، خفيفه. برضو عاملاها عندي على القناه. ودي لحمه برضو عاملاها على الجريل. ولكم كمان بصوا بقى، ده السجق ده سجق بلدي بيتعبي في البيت. وكمان بصوا ده شغل ايدي. ومعايا ستيك فراخ، وكمان ستيك لحمه، ودوت مشوي على الجريل يا جماعه. تتبيلات بسيطه كلها موجوده عندي فيديوهات على القناه، بجد عن تجربة. بصوا الكفتة طرية ازاي، خفيفة، مش كبسة خالص. وكمان معايا كبدة بلدي وكلاوي، عملناها بطريقة بسيطة جدا. ومعايا صوصات وطحينة المشويات. هنا بقى الفراخ المشوية، شايفين العظمة دي؟ أنا متبلاها وشوياها في البيت في فرن بوتاجاز. صدقوني أحسن من بره بكتير. بصوا مستوية ازاي ولونها جميل ازاي. برضه موجودة عندي على القناة. وطبعًا سفرتنا ما هتكملش إلا بالمكرونة البشاميل الغرقانة بالجبنة موتزاريلا. ومعايا طاجن اللحمة البسلة ببطاطس ني في ني. أكلات كده بيتي وحلوة وجميلة أحسن من برّه. هنا بقى العشق كله، طاجن لحمة بالفريك، ولادي بيعشقوا جدًا، إنه فعلًا يستاهل التجربة. ومعايا جلاش باللحمة المعصجة، حلوة أوي، أوي، عملناه صوابع. كل ده أكل بيتي ومن إيدي ومن مطبخي. باشكركم جدًا. يالّا بقى شجعوني بكومنت حلو وتسلم إيدِك يا ميري، بجد حلوة أوي. ويالّا بقى ادخلوا على أكلاتي، هتنفعكم جدًا، جدًا على سفرة رمضان، وكمان في الأعياد وفي جميع المناسبات. معايا وعلى قناتي وعلى صفحتي، مش هاخليكم تشتروا أي أكلات من برّه، كله هنعمله في البيت بطريقة سهلة ومن غير أي افتكاسات. شايفين بقى الأكل دوّة، شايفين العظمة دي. إيه رأيكم في أكلة السعادة؟ يالّا بقى أسيبكم على الفيديو وقولوا لي في الكومنتات إيه رأيكم في أكلاتي، وإيه رأيكم في وصفاتي. كل سنة وأنتم طيبين، مع تحياتي ميري أنور، وباقول لكم سلام.